سلام في فيديو جديد إن شاء الله تكونوا كامل بخير. جبت لكم اليوم هذا الفيديو عبارة على طلبية، كوموند نتاع مخبز، 50 حبة تاع مخبز، وأكيد راح يكونوا شوي حبات زايدين. ديما لا كوموند لازم نديرو شوي حبات زايدين، كون تكون حبة فاسدة ولا تكون حبات تحرقوا ما نبقاوش نعاودو من الأول. راح نعطيكم المقادير المضبوطة اللي تخرج لكم هالكمية، نقترح عليكم السعر وأسرار نجاحه أكيد. تبعوا معايا الفيديو الأخير. أول حاجة هنا عندي هنايا لوز كما تشوفوا، هذا اللوز الأبيض نشريه بيض ونرحيه، وبعد ما نرحيه راح نغربلو وراح نكيلو. هنايا استعملت بالميزان كيلو ونص نتاع لوز، كيلو ونص، وراح هنايا نديرو فيه هذا البول هذا اللي هز لي كيلو ونص، 3 كيلات هزت لي كيلو ونص، هكا 3 كيلات نتاع لوز. وراح ندير لهم السكر، نديرو كيلة غير ربع تاع سكر، ما تعمروش الكيلة تاعكم سكر باش يجيكم مليح وما يجيش يابس هكا. وراح نخلط هذه المقادير مع بعضها ونزيد نعاود نرحيها باش نتحصلوا على نتيجة خير، ويترحلنا بطريقة مليحة، ما يتعجنش وما يخرجش الزيت نتاعو. هنا راح نحطه في الروبو ونزيد نرحيه، ونرحي الكمية نكمل نرحيها كامل. شوفوا بعد ما رحيته كيف راح نتحصل عليه، يكون رقيق. هنا راح نزيدو مبشور الليمون، كما تشوفوا مبشور الليمون نديرو حوالي 4 حبات حتى ل5 حبات مبشور الليمون. ونزيدو هنايا عطر زهرة البرتقال اللي هو مزهر، لاغوم تاع مزهر، هنا درتها في البيض باش يعني باش نحللها شوي في البيض. ومن بعد نحطها، درت عظمة بيضة كاملة، ودرت مغرف نتاع زبدة، وهنا زدت 2 صفار ونلم، ومن بعد نزيد بيضة و2 صفار، بيضة و2 صفار، يعني نمشيو هكا. نبداو ببيضة ونكملو 2 صفار، ما نكملوش بيضة كاملة باش يجينا المخبز طري. نحاولو نديرو بيضة و2 صفار. راح تهز لي حوالي من 10 بيضات، من 8 حتى ل10 بيضات. هنا البيض تاعي شوي صغير، هزت لي 10 حبات. كما تشوفوا هنا راني نعجن فيه ونزيد بالعقل، عجنوه مليح، المخبز يحب العجين باش يجيكم معسل للداخل، السكر هذا كيذوب هكا. كما تشوفوا تقدروا هنا تزيدوا مغرف تاع عصير تاع ليمون. شوفوا راهو طري، ماهوش يابس وماهوش جاري يتلاصق. وهنا راح خليته بات، درته في الليل، وكي نض الصباح راني نفتح فيه كذا. درت كيس بلاستيكي باش ما يلصقناش. تحبوا تطبعوا من الفوق فوق الكيس تتحصلوا على حبة بومبي، واذا تحبوا تحصلوا على الحبة هكا عادي. شوفوا هنا الساع الارتفاع تاعو قلت لكم، واذا تحبوا تحصلوا على حبة هكا تجي عادي تطبعوا فوقها هكا. ديروا نشاف الطابع في كل حبة باش ما تلصق لكمش وتخرج الحبة مفينية. وراح نحطوه هكا فوق بابي كويسون وندخلوه الفور يطيب. نطيبوه ما يطولش في الفور، جست ما ندخلوه يشيح من التحت. نزيدو اذا ما عندك الفور يطيب التحت والفوق، نزيدو نشعلو له الفوق يشيح من الفوق، نحيوه ما خليوهش يحمر بزاف. هنا راح نبدا نخدم الطليه. ندير كيلة حليب، كيلة زيت، كيلة مزهر، كيلة عصير تاع ليمون، ونخلطهم هكا. هنا نستعمل الكيل شوي صغير، ومن بعد وليت زدت نفس الكيل. استعملوا بالفنجال تاع التاي، راح يعني يكفيكم باش ما تبقاوش تعاودوا كيما درت انا. ومن بعد هنايا عندي كيلو ونص، 2 كيلو ونص تاع سكر، 2 كيلو ونص تاع سكر راح تطلي لي هذه الكمية. راح نعجنو كيما تشوفوا، ندير بشوي الساع، نبدا بالعقل ونعجنو حتى نتحصل على عجينة متماسكة كيما تشوفوا حكمة روحها، ونبدا نعجنها. من الأحسن تعجنوا يعني قادرين تخلطوا طول، ديروا السكر فوق هذاك الخليط وتحركوا طول بصح هذه الطريقة تعطيكم طلية تكون النتيجة تاعها خير
وراح تطول ما تيبسش. هنا كيما تشوفوا بعد ما عجنتها دوكا حنحطها هكا ونزيد هذاك السوائل هذوك حتى نتحصلوا على الطليه اللي نحتاجها. هنا درت ملون ابيض كولورون بلون هكا وديروه. نورمالمون درتو مع الاول انا نسيتو حتى يعني شت معاها قلت اللون تاعها واش بيه ما فقتش باش نحطها مع الاول. وراح نزيد هاك الكولورون بالعقل ونخلطو وراح نغطيو عليها ونخليوها ترتاح. اعطيوها وقت مليح باش ترتاح وتخرج هذوك الفقاعات اللي فيها لداخل. هنا البنات عندي المخبز بعد ما طاب خليته يبرد تماما. تحبوا هكا تقلاصيوه طول ولا ديروا كيما درت انا، يعني هاد الطريقه ثاني مليحه بزاف وراح تعطيكم نتيجه خير. انايا طيبت زيرو، درت كيلة سكر مع 2 كيلات ماء وشويه قارص وحطيتهم يطيبوا. قارص يعني شريحه نتاع ليمون برك، باش نديرو كميه معصوره نديرو شريحه تاع ليمون سيرو عادي ونطيبوه. بعد ما يطيب نخليوه يبرد تماما، ما يكونش دافي، يكون بارد يبرد خلاص. والمخبز تاعنا ثاني يبرد خلاص. ومن بعد راح ندخلو الحبه تاع المخبز ونخرجوها تكتر، ما نخليوهاش تقعد لداخل في السيرو، يعني جوست ما ندخلوها نخرجوها كيما انا هنايا. يعني عسلته ومن بعد خليته شويه هكا تشرب شويه ومن بعد بديت نقلاصي فيه، مش تشرب في السيرو، يعني خليته فوق بابي كويسون ومن بعد بديت نقلاصي فيه. قلاصيته وخليته بات من غدوه. نحيت له هذاك الزائد هذاك بالموس ومن بعد درت له هذا الناكخي كما كنتو تشوفوا فيه، ناكخي اللي مكتوب فيه بلون وبلون دوغي هك. وراح ندهن هيك الحبة بالناكخي هذا يعطينا واحد اللون يهبل. راهو يدير حوالي 60 حتى ل70. درت ساع الناكخي ومن بعد راح ندير الخطوط هذيك البيضاء ونزيد من الفوق هكا العقاش ابيض. يعني طلب الزبونة كان هكا حباتو بالخطوط والعقاش وجا باهي ما شاء الله. انا يعني كي تفزدلكم هكا معليش نقدروا نمسحها ونعاودو نعدلو. ونزيد نحط هذاك العقاش هكا من الفوق هكا كيما تشوفوا. هنا نزيدو نخليوه يشيح ومن بعد راح نديرو في الكيسات. وهنا هذو الحبات اللي زايدين كيما تشوفوا راه عندي الورد هذا لصقتهم من الفوق وزدت لهم شويه ميتاليك هكا. هذو زايدين ماهمش تاع الزبونه، حبيت برك نعتلكم تشوفوا كيفاه خرجوا لي. يحب ديكور اخر شوفوا هنا داك الميتاليك الناكخي باهي يهب اللي يزيد في الحبه النص. شوفوا كيفاه يجي. هذه الحبه تاعنا راح نزيد نقسمها قدامكم باش تشوفوها. هنا بعد يومين ملي وجدت يعني هو يبقى طري، ما تخافوهش يبقى طري حتى لشهر. هنايا شوفوا كيفاه راح تجي معسله يجي طري. الطليه ثانيه تجي باهيه. شوفوا ما تجيش خشينه بزاف وما تجيش هابطه بزاف. هنا نقترح عليكم سعر 13 حتى 14 في الحبة. كي يكون هذا المول هكا صغير يعني الطابع تاعو كي يكون صغير كي يكون الطابع تاعنا كبير والمخبز تاعنا الحبة كبيرة توصل 15 ألف حتى ل 16 ألف الحبة. والديكور ثاني راهو يلعب دور كبير، مش كيما كي ديرو هكا العقاش هذا سهل يعني خطوط وسيبون يعني ويكون واجد. مش كيما كي تخدموا ورود وحوايج تاع ديكور اللي يحكموا بزاف في اليد، يعني راح يوصل حتى ل18 ألف الحبة. هنا كل وحدة يعني هي اللي تدير تعبها وتعرف قداه تطلب. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو تاع اليوم، وأي حاجة نسيتها راح نزيد نحطها في صندوق الوصف. وإلى اللقاء في فيديو